السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، كيفكم؟ أخباركم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. اليوم جبت لكم لون مرة حلو، ما يحتاج لا سحب ولا تبكيك ولا أي شيء. اللون هذا كان سوى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله كل الناس حبت اللون ويناسب جميع البشرات، البيضاء والسمراء وأي بشرة يناسبها. عشان اللون هذا ينجح لازم نتبع الخطوات من الأول للآخر. عشان كده حبايبي خليكم معايا في الفيديو من الأول للآخر، لأن في ملاحظات لازم تعرفونها عشان اللون يضبط معاكم. تمام؟ بالنسبة للون هذا راح نسويه على شعر طبيعي، يعني شعر أسود. الشعر الأسود أول شيء ما تكون فيه لا حنة ولا صبغة سوداء أو صبغة بنية، يعني شعر طبيعي يطلع مرة ممتاز. بالنسبة للصبغة هذه أنا هعطيكم الأرقام واسم، وانتوا تختارون الشركة اللي تبغون، يعني مو ضروري تتقيدون بنفس الشركة اللي أنا حسوي لكم عليها أو حوريكم على الفيديو. تمام؟ أول شيء قبل ما نبدأ لازم تفهمون إن الشعر يختلف، في شعر يكون شديد السواد، وفي شعر يعني بسرعة الصبغة تمسك فيه. بالنسبة للشعر شديد السواد راح نتكلم في فيديو تاني عنه كيف ممكن نحط درجة اللون هذا. بالنسبة للون هذا راح ناخد أي صبغة تبغون، يعني مو ضروري إنكم تاخدون اللون اللي أنا الصبغة اللي أنا حوريكم الحين. حناخد اللون من هنا 12-17. بالنسبة للبنات اللي حيحطون الصبغة هذه لاكمي 12-17 اللي هو أشقر رمادي معدني سوبر، أشقر رمادي معدني سوبر. تمام؟ وحناخد كذلك معاه علبة كاملة، وحناخد معاه أشقر بلاتيني رمادي، علبة كاملة أشقر بلاتيني رمادي. تمام؟ زي ما قلت 12-17 أشقر رمادي معدني سوبر، وأشقر بلاتيني رمادي علبة كاملة. طيب إيش راح نضيف معاهم من الإضافات هذه؟ علبة كاملة راح نضيف اللون الأخضر. فينو هذا اللون الأخضر، يعني حبة الحمص، يعني قد كده، هو شيء بسيط. طيب تمام. راح تيجيني واحدة تقول أنا شعري طويل، واحدة أنا شعري قصير، كيف راح نستخدم نفس الكمية الصبغة؟ تمام. بالنسبة لشعرهم طويل قبل الأكسجين 30، معلش نخلط معاهم أكسجين 30. بالنسبة لشعرها طويل تاخد علبة من هنا من 12-17، وعلبة تاخد علبة من أشقر رمادي معدني سوبر لشعرها طويل، تاخد علبة كاملة. تمام؟ مع أشقر بلاتيني رمادي علبة كاملة. تمام؟ نفس كمية الصبغة نفس كمية الأكسجين. مثلا أخذنا من هنا علبة كاملة ومن هنا علبة كاملة، في الأكسجين راح ناخد علبتين. الصبغة تعادل الأكسجين، وقد الحمص من الأكسجين من اللون الأخضر معزز. أما بالنسبة لشعرها قصير فراح تاخد مثلا علبة أشقر بلاتيني رمادي، تاخد بس نص، ومن أشقر رمادي معدني تاخد نص، مع علبة أكسجين، علبة واحدة أكسجين مع شوية معزز أخضر. ليش نحط المعزز الأخضر؟ عشان نتفادى الألوان الغير مرغوب فيها. طيب تمام. الحين احنا أخذنا الصبغة وأخذنا الكميات ومقاسات وكل شيء، بس كيف طريقة الشغل؟ بالنسبة لطريقة الشغل يا بنات، أنا جبت لكم المانيكان هذا. تمام؟ اعتبروه إنه شعرك. إيش راح نسوي؟ راح نحط الصبغة ونبعد عن الجذور ب2 سنتي، ونحط الصبغة من الأطراف كلها على أطراف الشعر كله إلا الجذور، نبعد 2 سنتي. راح تقولوا لي ليش نبعد 2 سنتي وما نحط على الشعر كامل؟
ما نحط على الشعر كامل لان الجذور بتكون حارة بسرعة، اللون ياخد فيها فبيطلع لونين، هنا لون فاتح وهنا لون غامق، يعني هنا اللون اللي يكون هنا افتح من اللي هنا، فيكون لون مزعج مو حلو. عشان كده بنحط الاطراف 25 دقيقة و5 أو 10 دقايق نحطها على الجذور، واحنا بنراقب الجذور لان في جذور بسرعة تاخد للون، يعني ما تخليها اكتر من 15 دقائق على طول، وتغسلين شعرك وتسشورين شعرك وبالعافية عليك اللون.